الأكل وفي الطبخ بنلاقي ناس متقنة فيه وبتحبه جدا، وبنلاقي ناس ما بتحبش الطبخ وبتستسهل وبتجيب تيك أواي. دايما عندنا في الأكل التقليدي اللي هو يعني أي ست في مصر بتعمله، وفي عندنا الأكل اللي بقى جديد وبنخترعه من بلاد بره زي الأكل الصيني. وزي ما بيقولوا الوصول لقلب الراجل معدته. معانا النهارده أجمل شيف في الدنيا وهي إسراء مجدي. نورتيني في الاستوديو. اهلا بك. عاملة إيه؟ الحمد لله أنا كويس. عايزاكي بقى في الأول كده تعرفي الناس مين هي إسراء، كل حاجة. ماشي، هو انا عندي 26 سنه. أنا متجوزه بس دلوقتي لوحدي، يعني معايا طفل. دخلت السوشيال ميديا كده، حابه اقدم محتوى بسيط. هو مش حاجه معينه اللي بقدمها. هو كوليكشن كده، يعني روتينات، ومن ضمنهم الطبخ، وبعمل وصفات بشره وشعر حاجات كتير يعني. وحاجات كتيره، مش حاجه معينه بس. عايزين نعرف برضو في البداية ازاي بدأتي مجال الطبخ او الموضوع جالك ازاي، الفكرة جت منين؟ بما اننا في برنامج والله فكرة يعني. انا ما كنتش الاول اصلا بقف في المطبخ خالص، طبعا قبل الجواز. بس لما اتجوزت مم. زي ما بيقولوا كده، انت بتتحط بقى في اللي قدام هو. امر واقع بقى. او لا، بس حبيت الموضوع. يعني انا كنت الاول كان كل اكلي من الشارع. مم. ف بوظتي كام أكلة بقى لحد بس دلوقتي؟ عارفه يا اسراء لا، انا ما هقول لك حاجه. بوظتش. طب كويس لا بس كويس. انا هقول لك حاجه، في ناس فعلا بتحب المطبخ وبتدخل فيه، وفي ناس ما بتعرفش تحب المطبخ. لا، هو انا بحب. ايوه ما انا عارفه، بس انا اه، بقول لك يعني حتى لو دخلت في موضوع الجواز ده. ايوه، ما انا عارفه في ناس كده، بس لا، انا حبيت وحابه البيت، وحابه الدنيا يعني بتاعت البيت، فعشان كده اديت. انت لما بتكوني بتحبي حاجه بتأدي فيها انت بقالك عامه. كام سنه اصلا في الموضوع ده؟ 5 سنين. ولا على الميديا؟ في كل حاجه قولي لي في لا، الميديا هو بقى. على الميديا كده داخلة سنة وشوية، سنة ونص. طب وبعد ما دخلتي بقى موضوع الميديا، الموضوع ابتدى يتجه ان هو يبقى شغل اكتر، ولا ان انت بتدي وصفات واكلات للناس تتعلمها فتعمل زيها، ولا يعني بيجي لك اوردر اكل انا عايزه مثلا منك هو اكل معين او انت كده؟ اونلاين؟ لا، هو أنا دلوقتي الأيام دي مم. بدأت لما اتحطيت كده في ظروف معينة. بدأت أفكر في فكرة إن أنا أعمل الأكل وأطلعه أوردرات للناس. زي تيك اواي. أو اه للناس بأكل بيتي. تمام. يعني اللي حابب يطلب مني، لا. بيطلب لسه كونتي طالع أول زباين يعني امبارح. كتير. أو مش كتير، بس يعني اه اه. حبة كويسين يعني. وجودة الأكل بقى للزباين زي والله البيت ولا هي لا، هي الناس يعني اتصلت مم. الحمد لله بتشكر فيا، بس هو ده بتقدري الحمد لله. تفصلي ما بين ما هو شغل وما هو بيت؟ يعني مثلا كشغل بتخدمي على الأكل أكتر، بتعملي مثلا حاجات أكتر، بهارات أكتر كده لا، يعني؟ ما ينفعش احط بهارات اكتر، مم. لازم كل كل حاجة. حاجة ليها لان نسب. كل حاجة لما بتزيد عن حدها ما بتبقاش مبتبقاش حلوة. حلوة. تمام. فماشية زي ما بعمل لبيتي، ويمكن احسن كمان للناس علشان الناس تبقى مبسوطة، يعني حتى لو. وده أهم حاجة إن امم الناس يبقى يعني حبة الأكل فترجع تتعامل معاكي تاني أو كده. بالظبط كده. تمام. كل شيف طبعا بيقولوا او كل واحده عموما ليها نفس في الاكل. اه، دي حقيقة. في رايك ايه اللي بيختلف عن كل حد يعني في موضوع النفس ده؟ مش يعني عارفة. ممكن مثلا مامتي مثلا بتعمل مثلا أكلة بطريقة معينة، نفس الأكلة دي أروح عند حد تاني هي ألاقي طعم الأكل مختلف تماما، بص، مع هو إنها نفس مثلا، الأكلة. او يعني انا مثلا جديده، مثلا بقالي 5 سنين في المطبخ، مش مم. زي مثلا والدتي اللي بقالها 25 سنه في المطبخ. ما شاء الله ربنا هي يخليها. كل حد فعلا بيبقى ليه ليه. نفس وليه طبعا يعني بالظبط. الطعم الخاص بيه. ولو انت بتحب الحاجه هتطلع منك حلوه فعلا، دي مم. حقيقه يعني. بعكس ما بتكوني قايمه مزاجك مش حلو ومودك مش حلو، والدنيا بتبقى طالعه، يعني استغفر الله يعني ده العظيم. فعلا حقيقي، يعني اه، لو دي حقيقه. الواحدة مش مزاجها مش كويس ودخلت المطبخ اه فعلا ما ما تطلعش بتطلعش تطلع. منها الاكل حاجه حلو. ولا تاخد منها ولو أيوه حاجه. حصل. متنكده على فكره ما بتطلعش والله العظيم. ده بيبقى فعلا حسب النفسيه. بالظبط، فحاول بقى لا احنا تشوف. ناخد بالنا من الموضوع ده عشان ايه؟ طبعا مصر كلها الناس ما انا لسه بقول بتحب الوصول لقلب الراجل الناس بتحب معدته. الاكل في مصر مش كلها. شرط على فكرة قلب اه. الراجل معدته. أنا اكتشفت إن الست أكتر. مم. لا ممكن والله. ممكن حاجات تانية برضو مش شرط الاكل، بس هو معظم الناس في مصر بتحب الاكل، الناس كلها بتحب الاكل، ففعلا احنا المثل ده مصري وينطبق في مصر، بس الوصول لقلب الراجل هو معدته فعلا. عايزه اسالك على حاجه بقى، انت بتستخدمي الاكل اللي هو ممكن يبقى جاهز ولا لا الطازه بقى كل حاجة طازة. ما شاء الله. كل حاجة طازة، كل حاجة بتتغسل كويس قوي قبليها. لازم أكون على علم بالحاجة، بالأوردر اللي هيطلع، علشان يتجهز تجهيزات على انت ايه أجمل وجه. رايك اصلا في الاكل اللي هو بيبقى جاهز او ما مجمد؟
لا لا ما ما احبوش بيطلعش حلو في ولا الطبخ زي الطازة؟ لا لا ولا بيطلع حلو، وبصراحة يعني جاب لي انا المرض دايما انا بصراحة. دايما بقول المروه كده الحاجات المجمده المحفوظه، الخضار المحفوظ، مم. سواء مثلا ملوخيه مثلا، باميه، الحاجات اللي هي المجمده دي ما مم. بتطلعش بطعم الحاجه الطازه. انا من ده رأيي لو فعلا. هنتعب يوم واحد في الشهر، يومين في الشهر في مم. تجهيزات الحاجة وفي نظافتها وتجهيزاتها، احسن لي من ان اشتري من بره. بس الست ساعات اللي بتشتغل يعني بيبقى عندها ساعات أولاد، شغل تاني، فساعات بتستسهل موضوع المجمد ده. ما هو احنا نقعد نظبط بقى جدولنا، نرتب حياتنا، هي اكيد هيبقى الناس عندي أصلا اجازة. اوريدي اللي بتطلب أساسا منك حاجات أو من أي شيء، بتبقى شغالة. لا ايه السبب اساسا؟ ما تبقى هو مش بيبقى عارفه عندها تعمل اكل، شغل، اكيد لا هي عندها شغل. بتبقى عندها شغل. مم. عزومه صح؟ عزومة، عندها شغل، مش هتقدر مش مثلا هتقدر تكفي العدد اللي جاي، فبتحتاج حد يساعد معاها. بس هو عموما في اكيد عندك اكله انت متميزه بيها عن بقيه اه الشيفات، اكيد. او بتحبيها. حد اجمع ان الاكله دي لازم هناكلها منك، يعني مثلا حد مشهور ان هو بيعمل محشي حلو مثلا، انت مشهوره بحاجه هي معينه. دي حقيقة. لسه أنا كنت عاملة أوردر محشي أول امبارح، محشي بتنجان وكوسة ما وكده. تقوليش ما تقوليش ده ولا مصر، انا بحب المحشي جدا بكل انواعه، بس ده اللي انا ما بعرفش اعمله، وابني لان تعلمني لأن على هو في فكره. خلطه، في سر خلطه معينه في المحشي فعلا بيتميز بيها حد عن التاني. مم. ففعلا في أكلة معينة كل حد بيبقى شاطر فيها. فأنت إيه بقى الأكلة لقيت لك محشي. المحشي؟ يعني هي خلاص المحشي. هو مم. المحشي بس إحنا هندوقه، يعني هو مش كلام بس، إحنا هندوق إن شاء الله المحشي ده إن المرة شاء الله. الجاية هنجيب إن شاء الله. مروة ونيجي نصور عندك إن المحشي ده. شاء الله. وجلاش والملوخية. تمام. وأول امبارح لما كان مطلوب مني الأوردر ما طلبش مني بصل محشي مم. خالص، فأنا عملته. بيجي حبيت لك أدوق للناس كده يعني، إضافيات من عندي، فعجبهم قوي برضه. ازاي بقى بتفصلي بين حياتك الشخصيه وان انت عندك يعني ولد او بنت ولد. ما شاء الله، والروتين اللي انت بتعمليه والمطبخ يعني؟ بصي، هو لو انا عندي اوردر فانا بركز في الاوردر. طيب لو في البيت وما فيش شغل افرضي جالك اتنين بقى مع بعض، روتين وطبخ. اكيد لا، مش خلاص بقى يعني، ما هو ما ينفعش مش كل حاجه اخدها من الدنيا. ما هو الروتين ده انا بعمله في حاله ان عشان يبقى الصفحه شغاله على اليوتيوب وكده والدنيا بتاعتي. ولو ما فيش روتينات وفي طيب شغل اوردرات، فانا بركز اكتر في كل ده على فكره هننزله بارقام تليفوناتك بكل حاجه، بس احنا عايزين في مره على فكره في حلقه نتكلم بقى عن موضوع الروتين ده لكل الستات، تمام. لان ستات مصر خصوصا بتهتم بالموضوع ده. تمام ان شاء الله. بيجي لك أكلات من بره، يعني حاجات غريبة عن مصر؟ يعني إحنا دايما الأكلات المصرية معروفة. هل بيجي لك مثلا حد طالب أكل معين، أكل لبناني، لا سعودي، لا لا. صيني. أو في صين؟ لا في الصين ناس ده صعب. بتحب، لا والله في ناس بتحب الاكلات الصيني بس دول جدا. بياكلوا مرة حاجات، ما هو معلش برضو بياكلوا حاجات غريبة هم برضو. معلش هو اكل اسمه اكل بيتي، ما مم. لو اكل صيني ولا طب ما هو في هيطلبوا مطاعم معروف مطاعم عنها بيبقى ان هو جاهزه الاكل الصيني، فمش هيطلبوني انا بس عشان مثلا اعمل اكل السعودية صيني. معروفة بالكبسة بقى والحاجات اللي هم مشهورين بيها لا دي. ما ما اتطلبتش طلبتش، مني. بس تعرف تعمليها. ان شاء الله. بس يعني مم. بنعمل الحاجات بقى بتاعتنا اكل بيتي اللي هو الأكل العادي، اللي هو البيتي الملوخيه. المصري المتداول بتاعنا. بالظبط كده. عايزين برضو نعرف منك مين أكتر حد بيدعمك وبيشجعك عشان تكملي وتستمري في مجال الطبخ؟ في كل حاجه عموما، مش في الطبخ وبس، هي في ماما. في الحياة العملية حتى. ماما. تمام. بس حتى في الأكل. في كل حاجه. حتى في كل حاجة. كل ربنا حاجة. يحفظها ويبارك لك فيها ويخليها لك. يا رب. وانتي اسعدتينا بوجودك معانا النهارده في برنامج فكره. ودايما احنا بنقول ان فكره النهارده بتكون مستقبل بكره، لان انت بتقدمي فعلا حاجه جميله. يعني موضوع الطبخ حاجه جميله. ان شاء الله هبقى معاكم حاجه لايف باذن الله، واعمل لكم حاجه تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نشوفكم ان شاء الله في فقره تانية. لو انت بتحب الحاجه بتطلع منك حلوه فعلا، دي حقيقه يعني. بعكس ما تكوني قايمه مزاجك مش حلو ومودك مش حلو، الدنيا بتبقى طالعه يعني ده فعلا حقيقي، يعني لو الواحده مش مزاجها مش كويس ودخلت المطبخ فعلا بتطلع منها حاجه ولا تاخد منها ولا ولا احنا كده على فكره ما تطلعش والله العظيم، ده بيبقى فعلا حسب الانسان. بالظبط. تحاول بقى لا احنا ناخد بالنا من الموضوع ده عشان ايه؟ طبعا مصر كلها الناس بتحب الناس بتحب الاكل في مصر كلها. مش شرط على فكره. اكتشفت ان الست اكتر. ممكن حاجات تانية برضو مش شرط اكل، بس هو معظم
الناس في مصر بتحب الاكل، الناس كلها بتحب الاكل، ففعلا احنا المثل ده مصري وينطبق في مصر، بس اللي وصول لقلب الراجل هو معدته فعلا. عايزه اسالك على حاجه بقى، استخدام الاكل اللي هو ممكن يبقى جاهز لا طازه اعتقد. كل حاجة طازة، كل حاجة طازة، كل حاجة بتتغسل كويس قوي قبليها، لازم نكون على علم بالحاجة بالأوردر اللي هيطلع علشان يتجهز تجهيزات. انت ايه رايك اصلا في الاكل اللي هو بيبقى جاهز مجمد؟ لا ما بيطلعش حلو في ولا الطبخ زي الطازه؟ لا ولا بيطلع حلو بصراحة يعني يجاب لي انا دايما بقول المروه كده الحاجات المجمده المحفوظه، الخضار المحفوظ سواء مثلا ملوخيه مثلا باميه، الحاجات اللي هي المجمده دي ما بتطلعش بطعم الحاجه الطازه. انا من ده رأيي فعلا لو هنتعب يوم واحد في الشهر يومين في الشهر في تجهيزات الحاجة وفي نظافتها وتجهيزاتها احسن لي من اني اشتري من بقف في المطبخ خالص طبعا قبل الجواز، بس لما اتجوزت زي ما بيقولوا كده انت بتتحط بقى قدام امر واقع بقى. لا بس حبيت الموضوع يعني. انا كنت الاول كان كل اكلي من الشارع ف بوظت كام اكله بقى لحد بس دلوقتي. لا ما بوظتش. طب كويس. لا بس انا هقول لك حاجه، في ناس فعلا بتحب المطبخ وبتدخل فيه، وفي ناس ما بتعرفش تحب المطبخ. لا هو انا بحب. ايوه ما انا عارفه، بس انا بقول لك يعني حتى لو دخلت في موضوع الجواز. ايوه ما انا عارفه في ناس كده، بس لا انا حبيت وحابه البيت وحابه الدنيا يعني بتاعت البيت، عشان كده اديت. انت لما بتكوني بتحبي حاجه بتأدي فيها. بقالك كام سنه اصلا؟ 5 سنين ولا على الميديا؟ لا هو على الميديا كده داخله سنه وشويه، سنه ونص. طب وبعد ما دخلت بقى موضوع الميديا، الموضوع ابتدى يتجه ان هو يبقى شغل اكتر، ولا ان انت تدي وصفات واكلات للناس تتعلمها فتعمل زيها، ولا يعني يجي لك اوردر اكل انا عايزه مثلا منك اكل معين او كده؟